بابا أنا اليوم جيت لعندك وقلت لك إنه سامر صهري زوج بنتك الوحيدة طلع عايش. أنت تفاجأت الحقيقة، مثلت علي وأقنعتني إنك ما بتعرف. ليش؟ ليش عملت هيك؟ ليش بعدت هي العيلة عن بعضها؟ شو السبب؟ شو هالكذبة الكبيرة اللي كذبت علينا لحتى تقنعنا إنه مات؟ هو اللي اضطرني اعمل هالشي من ورا المصيبه اللي تورط فيها. كان رح يعملنا فضيحه يخلي اسم عيلتنا بالارض. تحطي اسم عيلتنا بالأرض؟ بتستاهل؟ بتستاهل اسم العيلة إنك تحرم ابن من أبوه؟ بتستاهل إنه بنتك الوحيدة تعيش أرملة كل هالعمر عم تتذكر زوجها وقديش كانت تحبه؟ معقول اسم العيلة بتستاهل كل هاد؟ شو هالكذبة الكبيرة؟ ماشي، شو هي الفضيحة اللي بتستاهل إنك تعمل هذا الشيء؟ شو هي؟ زيد، اهدى. انت ما بتعرف شي. الجماعة يلي كان متورط معهم سامر هددوا بابا فيك. يعني كانوا رح يقتلوك إذا نحن ما خبرناهم وين سامر. واللي صار إنه هن بكل الأحوال هدول الجماعة كانوا رح يخلصوا عليه. يعني نحن شو عملنا؟ بعدناه وأنقذنا حياته. غصبا عني، ما كان عندي حل تاني لاحميك. إلا ما كان في يكون حل تاني بابا. كان فيك تخبرني إلي على القليلة. لك انت ما عم تفهم. واحد منا كان ميت هلا لو نحن ما عملنا هيك من وراء افعاله الوسخه لهذا الواطي سامر. هو بس اللي كان عنده أعمال وسخة؟ نسيت أعمالك الوسخة اللي كانت رح تورطنا وتورط كل العيلة؟ بس أنا بقول لك شو صار. أنت ضحيت فيه شانك، شان أغلاطك. قلت عنه ميت لحتى كل عيوبك اللي بيعرفها ومشاكلك ووسخنتك تندفن معه. أنت ضحيت فيه كرمال حالك. أنت ضحيت فيه وقنعت أبوك إنه هذا الشيء هو اللي صح. ليش ما مسكتوها لأختك ريما وقلتوا لها والله زوجك مرتنا مع عصابة كبيرة وهي العصابة عم تهددنا وتهدده ورح تأذينا؟ خذوا رأيها، يمكن كانت وافقت، أخذت ابنها وراحت هي وياه وزوجها عاشوا مع بعض. بس انتوا حتى هذا الحق أخذتوه منها. هذا أقل حقوقها، أخذتوه منا لأنكم أنانيين. هي الحقيقة. هن هددونا فيك، ونحن يلي عملناه ان حميناك وحمينا سامر. شو كان بدك يعني نعمل؟ نقعد ونتفرج يعني؟ بابا مو الحل إنك تموته وهو عايش. هذا مو حل. أنت كيف قدرت تعمل هيك؟ هذا زوج بنتك، أبو حفيدك. هذا بعمره ما كان زوج او اب. هذا واحد بلا شرف، نسوانجي امرجي ومختلس. انت لو بتعرف كل الاعمال الوسخه اللي عملها كنت انت اللي قلعته. واللي عملتوه أنتوا شو بتسموه؟ زيد، ليك أنت ضحيت بصهرك لتبيض صفحتك. حملته كل أخطائك. عشان هيك لازم تعرف، وأنت كمان أبي، الكل بده يعرف شو هي الحقيقة. زيد، سامر مات وانت ما رح تقول لحدا شيء. نحن خبينا هذا السر 25 سنة وانت بدك تخبيه معنا. ما عندك حل تاني. ما رح أخبيه. شوف زيد، لا تحنيت.
هي القصة مو لعبة. لا تخليني أعمل شيء أندم عليه كل عمري بس حتى خليك ساكت. إياد، بعتذر منك أبو إياب، هذا صهرك أبو تيم وزوج أختها كريمة، لساته عايش، حقهم علينا يعرفوا هذا الشيء، والكل لازم يعرف. هذا آخر كلام عني. أنا قلت لك إنه لازم نخلص من سامر بس ما رديت علي. أنا لما شفته بالمستودع كنت رح خلص عليه، بس بعد ما سمعت شو قال غيرت رأيي. شو قال؟ قال معه سرطان وعم يموت. قلت أنا ليش بدي أقتله وهو عم بيموت؟ بعد هالعمر ارتكب جريمة، بعدين واحد عم بيموت، بشو بدك تهدده؟